يلا نجفف نشا. صاحي الصبح وجاي على بالي حاجة حلوة. معظم الحلويات بدها نشا يا اخوان، وما في عندنا في غزة نشا. احرم حالي؟ ما راح احرم حالي، قررت ان انا اعمل نشا. راح تسألوني كيف بدك تجيب نشا؟ المخ الغزاوي لما بفكر يا طحين يا اخوان في عنصرين، في نشويات بروتينات. النشويات راح ناخذها للحلويات، حناخذ المية ونجففها، والبروتينات برضه مش راح نرميها، راح نخليها وراح نعمل منها دجاج، وعملنا منها دجاج. وهي الفيديو تحت في الفيديوهات شوفوها. ما تنسوا تعملوا كل الحركات اللي على الشاشة. يلا تعالوا عشان نعمل النشا من الطحين. هذا الطحين نحوله لنشا. نغسل العجين زي ما بنغسل الملابس. غسلناه أول مرة وهلا رح نغسله المرة الثانية. رح نرجع ان شاء الله نعمل حلويات واكلات وكيكات، ولا شو رايك يا توتو؟ والله بابا كان يعمل لنا اصلي كيكه. شدوا بعض. اول كاسة نشا جاهزة للتجفيف. يلا نجفف نشا. التكتلات هاي هي النشا. حان موعد التجفيف. لما كان في شمس 3 ايام. كل يوم راح نصفي المية اللي بتطلع منه لمدة 3 ايام لحد ما يجف نهائيا. طحنته بس ما داب معي كثير. واو، اخيرا صار عندنا نشا. اخترعنا نشا. يلا نشا عشان نعمل حلويات. حصلنا على نشا غزاوي. ما تنسوا تعملوا كل الحركات اللي على الشاشة يا اخوان. اهلكم في غزة بيستاهلوا الدعم.